أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل يا ريت تبعتوها لنا تحت في صندوق التعليقات أو على صفحتنا على فيسبوك، وبإذن الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. ممكن لو سمحتي تقولي مشكلتي من غير اسم؟ كنت محتاجة آرائكم، وبتمنى كل اللي بيسمع مشكلتي يحط نفسه مكاني ويقول لي إيه الصح اللي المفروض أعمله. أنا كنت متجوزة لتاني مرة، ولما نزلت مشكلتي قبل كده في في جروب من جروبات مشاكل على الفيسبوك، على فكرة أنا يومها ما حكيتهاش كلها، كل الناس قالوا لي اتطلقي، وفعلا اتنزلت عن كل حاجة في سبيل إن اتطلق، وبقالي 3 سنين منفصلة. الحمد لله أنا شكليا مقبولة وبشتغل وبيتقدم لي ناس بس مش مناسبين. هو بقاله فترة بقى يحاول معايا إنه يرجعني، وأنا بصراحة مش عارفة الصح إيه، بس مجرد ما بفكر إني ممكن أرجع قلبي بيتقبض وبحس بخوف. هقول لكم سبب قرار طلاقي علشان تعرفوا تحكموا أرجع ولا لأ. هو كان شخص معفن، أنا أسفة. اتكلمت معاه كتير في موضوع النظافة، كان رافض يغير من نفسه. يعني أنا من كتر اللي أنا فيه جالي قرفة من شقتي، ما كنتش بعرف آكل لقمة في بيتي، لدرجة إنه كان بيبقى شاكك إني حاطله حاجة في الأكل، وعلشان كده كنت بقعد معاه وأحاول آكل وما أقدرش، وأقوم حتى أسلوبه في الأكل يقرف وكل حاجة. وأنا شخصية بحب النظافة جدا. حاولت أغير منه خلال 6 شهور جواز، للأسف معرفتش. كنا قاعدين مع مامته في نفس البيت، كانت ست متسلطة جدا، لو فتحت أي صوت في شقتي بيبقى مسموع عندها. كانت شخصية غلاطة وبتقوي عليا. حاولت أكسبها بس ما عرفتش، كانت بتغير مني جدا علشان جوزها قال لها إني نظيفة جدا في شقتي وفي غسيلي وكده. ومن ساعتها بقى هي حطتني في دماغها. بحكم إني ما كنتش باكل فخسيت جدا، بقى يذلني بشكلي وبلبسي، مع إني الحمد لله على فكرة شيك وشكلي كويس داخل وخارج. يقول لي مالك لبسك عامل كده ليه، مالك شكلك وحش كده ليه. مامته كل ما تشوفني تقول لي مالك صفرة كده ليه. ما كنتش برد وكنت بكتم في نفسي واسكت، بقول صعب اني اتطلق يعني لتاني مره. كان اسلوبه بقى قمه البلطجه وقله الادب. كل شويه يقول لي هضرب لك اخوكي، علشان اخويا كان رافض انه يتجوزني، ويقول لي علشان ليه ناس قرايبه بلطجيه اللي هم بيبقوا مشهورين يعني البلطجه والحاجات دي، يقول لي هخليهم يلبسوا اخوكي مصيبه ويعملوا مش عارف ايه كده في مامتك، واسلوب تهديد وكلام صعب. بعد كام شهر جواز عملت عملية شلت فيها ورم ليفي، رغم انه ما كانش مؤثر على الحمل، بس عملته علشان كان موترني لاني كنت منتظرة حمل. ما راحش معايا وانا بعمله، ولا شفت وشه ولا هو ولا اهله. ما كانش في بينا مشاكل على فكرة. ما فكرش يقول لي هدفعلك في العملية جنيه، رغم اني في بيته في الفترة دي كنت شايلاه من كل المصاريف، وانه هو على فكرة مش محتاج، هم ماديا مرتاحين بس معفنين وبخلة جدا. قال لي معلش اصل الحال واقف ومش واقف، فانا اللي كنت بصرف على البيت. ساعة العملية كان معاه فلوس كتير، ما فكرش حتى يقول لي خدي جنيه، غير وانا لسه فاتحه بطني، يعني كنت فاتحاها قيصري، ما كنتش لسه كملت يومين. قال لي لو ما رجعتيش البيت هطلقك وهرميلك حاجتك في الشارع. كنت بحاول امشي الدنيا ورجعت وانا بطني مفتوحه، وطبعا الشقه كانت معفنه جدا. ما كنتش كملت اسبوع قعدت انضفها واروق لوحدي علشان ما يقولش حاجه قدام اهلي، وفي نفس الوقت مش هينفع اقعد فيها كده. كان داخل خارج يقول لي هطلقك وهرميكي زي ما جوزك الاولاني رماكي. بس ساعتها انا استجمعت قوتي واتطلقت. حاليا بقى هو ندمان وهيموت من الندم. قال لي وهعمل لك اللي انت عايزاه، واجيب لك الشبكه اللي انت عايزاها، انا هدفع 200,000 شبكه، وهكتب لك العربيه باسمك، وخلي العصمه في ايدك، بس ارجعي. انا عرفت قيمتك ومش عارف اعيش من غيرك، وازاي بعد كل الشروط اللي بيتكلم فيها دي ما ارجعش؟ انا كده بتمرد على عيشتي. مع العلم ان عمري ما قلت لحد على سبب عدم النظافه ده، حتى هو ما قدرتش اتكلم فيه واقولها له صريحه في وشه. وانا حاليا مش عاوز ارجع، انا ما عنديش اطفال، بس لما بفكر اني ممكن ارجع بتعب نفسيا وقلبي بيتقبض. بس لو ما رجعتش هل فعلا ده يبقى تمرد على عيشتي، وربنا هيرزقني بحد كويس وحنين عليا واحس معاه بالامان والاحتواء اللي ما حسيتوش، ولا لا لاني من وجهة نظره ان انا متمردة؟ لصاحبة المشكلة تحضرني كلمة لجدتي الله يرحمها، كانت بتقول الطبع زي الروح، مستحيل يتغير، لأن النظافة بالذات طبع وعادة، يعني مش حاجة قابلة للتغيير وإن أي حد يكتسبها. دي حاجة بتيجي من جوانا ومن تعودنا في الطفولة، وبالتالي مستحيل يتغير. حتى طريقة أكله أو نظافته الشخصية برضو مستحيل يتغير. تاني حاجة البخل الرهيب، كونه كمان بخيل في مشاعره. لما كنتي تعبانه كان بيتخانق معاكي ويهددك بدل ما يقف جنبك حتى لو بالكلام، وبعدين انت ما بتتمرديش عليه ولا حاجه. ده لو ما كانش فيه غلطه بس انت مش متقبلاه من حقك ترفضي عادي. وفي النهايه بتمنى لك حياه سعيده.